أشخاص بأنهم إرهابي تحتاج إلى دلائل وبراهين. لأن ماذا يعني كلمة إرهابي؟ ما هو تعريف الإرهاب أساسا؟ منذ أكثر من 25 سنة انطلقت هذه العناوين في العالم، وكان هناك اختلاط في فهم معنى الإرهابي. ماذا يعني إرهابي؟ الإرهابي في تصوري هو الذي يقوم بقتل الأبرياء والأطفال والناس، ويستعمل الوسائل الغير الشرعية في إيذاء الناس. فإذا وضعنا هذا التوصيف على دول كثيرة في العالم فنجد أن عدد الضحايا الذين وقعوا في غزة تقريبا 60,000 إنسان، وأغلبهم من الأبرياء. النظام السوري خلال 14 عام قتل أكثر من 1,000,000 إنسان في سوريا، وهناك لدينا إلى لحظتنا هذه 250,000 إنسان مفقود مغيب غير معلوم مصيرهم. حررنا كل السجون لكن لم نجد هؤلاء الناس الذين اختفوا، وتسبب بتهجير أكثر من 14 مليون إنسان، ثم لا يسمى إرهابي. نجد أن حروب حصلت في المنطقة، في العراق، في أفغانستان، في أماكن مختلفة، كل من قتلوا كان أغلبهم إرهابيين، كان أغلبهم الأبرياء، والقتلة يسمون هم من يصفون الآخرين في الإرهابيين. فلذلك أنا أعتقد أن بعد 25 سنة أصبح لدى الناس وعي بمعنى كلمة إرهابي ومن يستحق هذه الكلمة بالضبط. التلفزيون العربي.